اهلا بكم من جديد، لسه مستمرين معاكم مشاهدينا والساده العرب. يسعدنا وجود الاستاذ جمال بدراوي الكاتب والناقد الرياضي، نائب رئيس تحرير المسا والمشرف على القسم الرياضي. اهلا وسهلا استاذ. اهلا بيك يا استاذ تامر، اهلا بحضرتك. استاذ جمال، يعني عشان من اولى لقاءاتنا مع حضرتك عايزين نتكلم النهارده في عده اخبار، ولكن هنبدا من الاقدم شويه وهو قرعه مصر في تصفيات كاس العالم او في كاس العالم نفسه. طبعا ان شاء الله. ايه رايك فيها وتعليقك عليها؟ القرعه توقعاتي يعني هي القرعه عموما معقوله، يمكن كتبنا كده اكتر من مره، ويمكن كان نقلا عن لسان الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه اللي قال ان هي مجموعه او القرعه عموما معقوله وليست صعبه على الفراعنه. ان شاء الله يقدروا يقدموا اكتر ما لديهم ويقدروا يقدموا كره كويسه جدا، خاصه ان التاهل جه بعد غياب طويل جدا، يعني 28 سنه طبعا، سنه يعني فتره كبيره جدا جدا. المصريين كلهم كانوا منتظرين الفرحه والصعود والتاهل الى كاس العالم والعوده مره اخرى الى المونديال، خاصه ان احنا كشعب ذواق شويه كره القدم، بيعيش كره القدم، بيحب كره القدم. فنيات كتيره، في لاعبين دلوقتي بيمتلكوا مهارات كبيره جدا، عليهم امل كبير جدا زي محمد صلاح واخواته زي ما بيقولوا، واخوانه. طب شفت وقوعنا مع المملكه العربيه السعوديه في نفس المجموعه؟ في نفس المجموعه بالظبط. يمكن كان ليا الحظ يمكن ان انا اكون في المملكه العربيه السعوديه في الوقت دون ساعه تاهل السعوديه. وكنت يمكن في الحج ساعتها الحمد لله رب العالمين. فاثناء مراسم الحج يمكن الناس المصريين كانوا فرحانين جدا جنبا الى جنب مع الاخوه السعوديين. يمكن الشوارع شفناها، ويمكن كنا في يوم عرفه وكتبت مقال من هناك ان الناس فرحانه جدا، وكان ليها حديث يعني عن كره القدم وعن تاهل السعوديه، وان ازاي ان ده اول فريق سعودي او اول فريق عربي في المنطقه العربيه تأهل. هل شايفها يا استاذ جمال مباراه بيتحكم فيها العامل النفسي طبعا المباراه طبعا ولا هتبقى فرصه كمان لابراز مستوى الكره العربيه من خلال هذا اللقاء؟ بالظبط. هو اولا يعني الفريق الاخضر بيملك العديد، او الفريق السعودي بيملك العديد من المواهب والعديد من الامكانيات ومفاتيح اللعب المعروفه. ايضا احنا فريق المصري بالطبيعه وبالتاريخ وبالجغرافيا وبكل شيء اقدم، وليه صولات وجولات وكاس افريقيه، واحنا اصحاب اللقب في حاجات كتير قوي. فهيكون لقاء اشقاء بعيدا عن التعصب، وده كل ما اتمناه. هيكون لقاء بين الخبره والتاريخ اللي هو مصر بتمثله مصر، وبين الفريق الممثل للكره الاسيويه اللي هو فريق السعوديه. يمكن في الفتره اللي فاتت يمكن شفنا بعض التصريحات وبعض الاحاديث الصحفيه من كلا المدراء الفنيين بالمنتخبين. يمكن كل حد كان بيدلو بداله وبيحاول يشوف الاوراق. اللاعبين المصريين المحترفين في المملكه العربيه السعوديه هيفرقوا مع منتخب مصر في هذه المباراه؟ لا ما اعتقدش يعني. ما انت حضرتك برضو عندك لعيبه محترفين وعندك اسماء كبيره جدا، ويمكن احنا بحيث ان معرفتهم باللعيبه السعوديين مش هيبقوا عارفينهم كويس، مش اقوى من الفريق او اللعيبه المصريين. يمكن احنا وكل الناس عارفه الكلام ده. لا حضرتك ما فهمتش قصدي. انا اقصد انهم هيفرقوا ايجابيا مع الفريق المصري بحيث انهم عارفين لعب السعودي. هيفرقوا طبعا. هيفرقوا طبعا لان كلها تعلق واضح للعيبه المصريين في السعوديه. يمكن شيكابالا اخر حاجه نادي الرائد، ويمكن يعني عمل 9 مباريات، احرز 5 اهداف، عمل شغل كويس جدا معاهم. لكن احنا هنتكلم عموما ان الكره المصريه ليها بصمه وليها وجود على الساحه العالميه والساحه الافريقيه. بمناسبه شيكابالا، اختارت صحيفه البلاد السعوديه محمود شيكابالا لاعب منتخب السعودي ضمن افضل صفقات الاجانب التي ابرمتها الانديه السعوديه. بالظبط. وهم الصفقات الاجانب يعني الاجانب منهم اي حد غير سعودي يعني. هو يمكن كان في عديد من اللعيبه راحت هناك زي الحضري زي ما حضرتك عارف، والنني، وفي اسماء كثيره جدا كانت راحت، محمد عبد الواحد، واسماء كثيره جدا راحت السعوديه ولعبت في الفتره اللي فاتت. لكن كان البصمه الوحيده اللي هي واضحه، قال لك افضل الصفقات، يمكن جريده البيان وكذا جريده والسعوديه، جريده اليوم السعوديه، كل الجرايد دي كتبت عن محمود عبد الرازق شيكابالا اللي هو لاعب الزمالك. هل شيكابالا بيعيد اكتشاف نفسه في هذه الفتره؟ اتمنى ذلك يعني، خاصه ان هو كان ليه تجربتين قبل كده في البرتغال وتجربه في اليونان، ولكن ما قدرش يكمل يعني. لكن ان شاء الله يمكن تكون التجربه السعوديه او مع الكره الاسيويه افضل حالا من التجارب الاوروبيه بالنسبه لشيكابالا.
طب بمناسبه المحترفين بتوعنا، كنت حضرتك بتتكلم على اتفضل. محمد صلاح. طبعا محمد صلاح فاز بجائزه لاعب شهر نوفمبر في الدوري الانجليزي طبعا، لانه احرز 7 اهداف في 4 مباريات، وحقق الفوز 3 مباريات مقابل الهزيمه في مناسبه واحده. ونافس صلاح على الجائزه كل من روبي بريدي من بيرنلي، وكيفن دي بروين، ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، واشلي يونغ من مانشستر يونايتد، وايدن هازار لاعب تشيلسي، ومصطفي لاعب ارسنال. طبعا يعني مجموعه لاعبين. هو محمد صلاح يعني بسم الله ما شاء الله. عايزين نقول تاتش وود بس قبل كاس العالم، ان احنا نقول ربنا متالق، ربنا يحفظه ان شاء الله، ان هو متالق، ويمكن بنبارك له على الهواء مباشره من خلال هذا المنبر الاعلامي الكبير على فوزه ايضا بجائزه احسن لاعب في البي بي سي وورلد او البي بي سي محطه الاذاعه البريطانيه. احسن لاعب افريقي، احسن لاعب افريقي طبعا، ويمكن 2017 ويمكن في لقطه انسانيه عملها محمد صلاح جميله جدا، وهي ان هو اصطحب معاه المدرب اللي اكتشفه في محافظه طنطا، خده معاه وجه له دعوه وخلاه حضر الاحتفال واحتفال تكريمه الى لندن متكفلا بكل شيء. يمكن بصمات محمد صلاح في العديد من المواقف سواء الكرويه او خارج المستطيل الاخضر ليها واقع وليها مردود طيب جدا. يمكن محمد صلاح انا لسه راجع كنت في ايطاليا، عملوا بيتزا باسمه، يعني تخيل حضرتك في روما عاملين البيتزا مثلا نوع مارجريتا مش عارف اسم ايه كده، عاملين بيتزا صلاح. فالمسجد اللي هو كان بيصلي فيه الناس نفسها يمكن لما حضرت المباريات. هو اللي لفت نظري كمان في كلامه بعد ما خد جائزه البي بي سي ان هو اهتم يشكر كمان لعيبه روما اللي كان بيلعب معاهم السنه اللي فاتت. طبعا هو ما نسيش ان هو في ناس ساعدته. انا كاتب له النهارده انا كاتب له النهارده يمكن انك انت لاعب اصيل، واثبتت انك ابن اصول، انك انت لا تنسى او لم تنسى فعلا اللاعبين اللي هم سواء كانوا من زملوه في الملاعب او ايضا اللعيبه اللي بدا معاها في الملاعب عرب او انديه ثانيه، وايضا حتى مدربه اللي قلت لحضرتك كان في البدايه من طنطا. كاس العالم للانديه بيقام حاليا في الامارات طبعا، ونادي الجزيره الاماراتي. نادي الوداد بصراحه عامل شغل كويس. نادي الوداد المغربي كنا نتمنى ان مشاركته تكون افضل من ذلك، لكن نادي الجزيره الاماراتي عمل مباراه رائعه، وقدام ريال مدريد عمل مباراه طبعا اكثر من رائعه يعني في ظل الامكانيات. لا، في ظل الاسم والتاريخ والسمعه. يعني ريال مدريد طبعا احنا عارفين ان هو بيمثل اسبانيا، واسبانيا دوله عريقه وليها تاريخ وليها باع كبير جدا. يمكن رونالدو تفوق على ميسي في ايضا في هذه الدوره، وفي من حيث عدد الاهداف 6 اهداف بالظبط. ميسي 5 اهداف 5 اهداف بالظبط، وهو تفوق عليه يعني تهديفين كما يقال. يعني البطوله طبعا اظهرت العديد من الجوانب الايجابيه، وايضا العديد من الامكانيات العربيه امام الكره الاسبانيه او الكره الاوروبيه الحديثه. اخبار كمان معانا من الدوري التونسي. الصفاقسي يهزم النجم الساحلي. اقتنص النادي الصفاقسي فوزا ثمينا 2-1 من مضيفه النجم الساحلي اليوم الاحد في قمه مؤجلات. ده طبعا كان يوم الاحد الماضي في قمه مؤجلات من منافسات. بس احنا بنهتم دايما طبعا في الاستاد العربي ان احنا نجيب الدوريات طبعا العربيه والعربيه بالظبط. بتشوف الدوري التونسي ازاي يا استاذ؟ والله هو الدوري التونسي لا يختلف كثيرا عن الدوري المصري من حيث العصيبات وحيث القبليه والتشجيع. بس احنا المنافسه عندنا عاده بتنحصر ما بين اهلي وزمالك. لا هم برضه الصفاقسي، ما هو عندهم الصفاقسي والتونسي. احنا معانا الاهداف كمان على الشاشه. بالظبط. احنا عندنا الفريق الصفاقسي التونسي ده يمكن هم مسمينهم صعيد تونس. يمكن احنا لما رحنا هناك وكان ساعه ما كان بيلعب النادي الاهلي امام الصفاقسي التونسي كانوا مسمينهم صعيد التونس. هو فريق قوي جدا، الفريق اللي بيحاول يدي بصمه مميزه او بيقدم كره يعني ليها طابع خاص غير الشمال غير شمال تونس وهكذا. هو في الترجي طبعا والافريقي والصفاقسي والنجم الساحلي طبعا، يعني عندهم كذا فريق قوي بينافسوا في اكثر متعه يمكن في من حيث المنافسه يعني. تمام. نروح بقى الموضوع لقاء الاهلي المرتقب وفي وديه مع اتلتيكو مدريد طبعا يوم 30 ديسمبر.
والاهلي وجه الدعوه العديد من اللاعبين العرب للمشاركه. بتشوف الاحتفاليه او المباراه دي ازاي؟ ده الاهلي وريال مدريد طبعا هي احتفاليه طبعا. نادي الاهلي نادي. بالمناسبه المباراه دي انا شفتها انا والمخرج زميلي الاستاذ احمد الشرباجي مخرج البرنامج، شفناها في الاستاد مع بعض والله. طيب كويس، كنت شهود عيان يعني. تمام. فوز الاهلي. احنا يمكن الاهلي عودنا دايما يكون ما حضرناش بقى. لا كنتوا صغيرين قوي. كنتوا صغيرين قوي. استاذ احمد كان صغير. لا برضه استاذ احمد الشرباجي التاريخ. لا بقول لحضرتك ان المباراه طبعا الاهلي عموما عودنا ان هو يكون مستضيف الانديه الكبيره جدا. ده منذ قديم الازل يعني. كان زمان جاب سانتوس والبرازيلي وجاب انديه كبيره جدا. احنا اخر حاجه ريال مدريد، برشلونه، يمكن وزاروا الهرم قبل كده يمكن سنتين وكتبنا الكلام ده وغلبوهم في هذه ريال مدريد. بس هي دي بتغلب عليها مباراه اتلتيكو مدريد انها احتفاليه اكتر. ما هي احتفاليه مهرجانات مش رسميه. هي وديه يعني بنكهه المهرجانات. الفريق كان بيلعب، الفريق دلوقتي الاهلي بيحاول يستعيد ذاكره البطولات وذاكره المهرجانات مع المجلس الجديد. وهو اتلتيكو مدريد قال انه عامل سنواجه الاهلي الانجح في افريقيا من اجل الحب والسلام. طبعا اجل الحب والسلام، لان هيخصصوا الدخل بتاع هذه المباريات دعم اسر الناس اللي هي ضحايا الارهاب. يمكن كان في 30 فكره جميله بالظبط. يمكن الكابتن عبد القيع اللي هو مستشار اعلامي حاليا اتكلم قال يعني متوقع من 20 ل 30 مليون جنيه في دخل هذه المباراه. دخل من ايه بقى ال 20؟ من التذاكر. لا يا فندم، تذاكر واعلانات وايضا سبونسرز وهكذا، لان طبعا انت جايب فريق كبير جدا واكيد هيبقى فيه ليه نسبه مشاهده وهيتباع حصري لاحد القنوات الفضائيه وهكذا. يعني اعلانات جمله الدخل يعني من 20 ل 30. لا هو كده بالظبط يعني. عايز اروح معاك لانك متابع جيد جدا لما يحدث في اللجنه الاولمبيه المصريه واجتماعاتها الاخيره، وهي بدات تكتمل الاتحادات الرياضيه والانديه الرياضيه عملت انتخاباتها. ايه اللي بيحصل اليومين دول وايه اللي هيحصل في المرحله الجايه؟ اللجنه الاولمبيه تحولت بقدره قادر الى ساحه محكمه وليست. يمكن انا بغطي اللجنه الاولمبيه من حوالي 25 سنه. يمكن كنا مسمينها المبنى البعيد الهادي، ما كانش ليها اي صراعات، اي مشاكل، اي حاجه. دلوقتي تحولت الى محكمه ونزاع وصراع ما بين المرشحين في جميع الانديه والاتحادات اللي موجوده في مصر. مش دي اختصاص لجنه وزاره الشباب؟ ما في فض المنازعات ولجنه التسويه والمنازعات والحاجات دي والمحكمه الرياضيه اللي موجوده داخل اللجنه الاولمبيه. بقت قاعات محكمه حضرتك، يعني تخش قاعه 3 قاعه 2 قاعه 1 وهكذا. طب وليه مش كان من الافضل فصل المبنى عن المبنى اللجنه؟ ما هو المبنى، لا ما فيش مبنى عن مبنى، هو داخل مبنى. ده بالعكس يعني. هم اصلا مبنى اللجنه الاولمبيه عموما كلها كام واحد؟ 100 موظف، ما فيهاش اكتر من كده. بس اهتماماتها واختصاصاتها كثيره. هي اختصاصاتها الرياضه. هو الوزير رمى في حجر اللجنه الاولمبيه هذه المسؤوليه. يمكن المبنى 18 دور اللي هو وزاره الشباب والرياضه ما فيهوش دلوقتي اي يمكن الناس حتى الموظفين ما بقوا بيروحوا الساعه 2 الظهر. الاول كانوا بيقعدوا 7 8 بالليل بتوع الرياضه. دلوقتي يمكن مهندس هشام حطب لسه كنت عنده الاسبوع اللي فات ماشي الساعه 4 الصبح 4 فجرا. فيعني اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه دلوقتي بقت قعدت نقول اشكاليات كتير جدا بتتحل في هذه اللجنه. بقت في مشاكل. زي ايه الاشكاليات يا استاذ جمال؟ يعني مثلا في فض منازعات، في مثلا اعتراضات، في طعون على المرشحين. يمكن بكره مؤتمر صحفي نادي الترسانه الساعه 12 عامله النائب طارق السعيد اللي فاز مؤخرا برئاسه نادي الترسانه علشان خاطر يشرح ايه مدى الطعن على مجلس الاداره الحالي الموجود وان هو عدم احقيته. يمكن كان لسه في قاعده برضو حضرتها بقول لحضرتك مؤخرا عملها المهندس هشام حطب مع رئيس نادي الرواد بالشرقيه الدكتور ابو الحجاج عبد الغني ومعاه اعضاء المجلس والنائب بتاعه محمد علي وهكذا. يمكن عشان ان في بعض الناس عامله طعون على امين الصندوق وعامله طعون على لجنه فض المنازعات هي اللي تختص بالكلام ده. ما هي فض المنازعات وبرضه في مشاكل داخل الاعضاء المجلس الاداره نفسهم. مثلا مجلس اداره بني سويف كان في طعون على رئيس النادي نادي طنطا على امين الصندوق رئيس النادي. حكم هيبقى حكم قاطع. هذا الحكم لما بيطلع كمان بيحصل معارضه من بعض الناس اللي موجوده داخل المجلس. ليه هو مش دي مشكله؟ مش حكم نهائي وقاطع. حكم نهائي ولكن ان عندك مثلا رئيس موجود واعضاء مجلس اداره من قوائم ثانيه، فاذا ما فيش تناجم او تجانس من البدايه، في مشاكل، فهذه المشاكل بتطفو على الساحه.
طب ما دي المشكله اللي بيتكلموا فيها في نادي الزمالك ده في نادي الزمالك حاليا دلوقتي العتال والمشوار مرتضى، وايضا في نادي الترسانه الناس اللي هي ما لم يحالفها التوفيق برضه عامله بعض الطعون وهكذا. طب هو تشكيك. ايه حلها دلوقتي؟ حلها ان تبقى تعود الروح الرياضيه مره اخرى الى الوسط الرياضي، يعني ما تبقاش مباراه ويعني مباراه حتى تراشق بالالفاظ وتراشق بالاتهامات وهكذا، ما ينفعش الكلام ده. يعني احنا بنشوف الرياضه بره بنحزن على حال الرياضه المصريه. يمكن بقول لحضرتك يمكن مؤخرا لما كنت في ايطاليا والناس كان المباراه بتاعت ايطاليا والسويد وشفناها على المقاهي المصريه هناك، الناس الايطاليين برغم ان هم خرجوا من بعد 60 سنه من اول مره يخرجوا من كاس العالم، لكن كانت الروح عاديه جدا، دي فوتبول جيم وهارد لك والكلام من ده. والسويديين خرجوا في الميادين، واكبر ميدان كوين اوزلم في السويد، احتفلوا حتى الصباح وما كانوش عاملين حسابهم ان هم اصلا هيفوزوا ولا اي حاجه. لا لكن الناس بتحاول ان هي تعيش النجاح وتعيش ايضا الرياضه بمفهوم وروح الرياضه، ما تبقاش عندك الرياضه صراع دائم ومشاحنات، ونشوف احنا على الكباري بوابات عملاقه ومليارات بتتصرف على الدعايه الانتخابيه، وتيجي في الاخر تقول لي ده تطوع ازاي؟ يعني عايز افهم ازاي التطوع. ده السؤال المطروح مصيبه كبيره جدا ان هو الموضوع عمل تطوعي تماما، يعني ما فيهوش اي ربح المفروض مادي خالص. طب انت بتسعى بالشكل ده ليه؟ ايوه ولو تتشحن ليه وتعمل قضيه ليه وتروح ساحه محكمه ليه وتعمل فايتنج وتتخانق وتقاتل على الكرسي ليه؟ يعني باي وجه يعني بتعمل كده؟ انت رايح تخدم ولا رايح تتخانق؟ وبعدين تقعد ترفع قضايا. حاجه الروح الرياضيه دي حاجه مهمه جدا، هي الاساس يا فندم، اساس اي حاجه. احنا انا كنت بلعب ملاكمه، كنا بنلعب بوكس، لا يمكن انك انت تقعد تعمل وشك الناحيه الثانيه وانت بتلعب، عينك لازم يكون في عين الخصم او الملاكم المنافس ليك، مفيش حاجه. وبعدين في الاول شيك هاند وفي الاخر شيك هاند، هو ده الرياضه. واحنا محمد علي رشوان لما كان في اليابان عاملين له تمثال في اليابان لما رحنا طوكيو هناك، الناس يعني عندها ان هو بس روح رياضيه، قمه الروح الرياضيه، ان ما ضربش الخصم بتاعه في مكان الاصابه. احنا ده دلوقتي بيبقى في عوار في القانون، والقانون بيتفصل لصالح ناس معينه وبنضرب في الاصابه وبنكشف عورات الناس. نحكي الحكايه بالنسبه للاجيال اللي ممكن ما تبقاش عارفه قصه بطلنا محمد علي رشوان. ان هو كان في اولمبياد 84 لوس انجلوس، وكان البطل الياباني بطل عالم قدامه، وكانت رجله مصابه، وكان في نهائي طالع من مباراه قبلها كان مصاب نهائي الجودو، وكان ممكن يستغل هذه الاصابه ويكسب الميداليه الذهبيه، ولكن هو رفض يضربه في الرجل المصابه ولعب على الرجل الثانيه اللي هو مش مدرب عليها كابتن رشوان، وحصل على الميداليه الفضيه، ولكن كسب احترام العالم كله حتى الان صحيح. وتزوج يابانيه يمكن كمان، يعني معلومه ثانيه، تزوج يابانيه، هو مدربه كان ياباني، وحتى الان محمد علي رشوان هو رمز وهو نجم وهو اسم كبير جدا في عالم الجودو العالمي، مش حتى مصر فقط والاولمبياد ايضا. نتمنى ان الرياضيين واللي بيشتغلوا في المجال الرياضي في مصر يبقوا باخلاقيات كابتن رشوان، كابتن صلاح طبعا محمد صلاح. طبعا محمد صلاح يمكن لسه راجعين لعيبه اللي هم بتوع رفع الاثقال وحققوا 4 ميداليات في بطوله العالم طبعا. يمكن انا شفت كابتن محمد صلاح وكتبت هذا في الجريده عندي، ان هو اول واحد هناهم على الصفحه بتاعته واداهم تهنئه وقال لهم مبروك وانتوا رفعتوا اسم مصر وهكذا. وايضا يمكن زي ما قلت لحضرتك احنا بندور على الروح الرياضيه، عوده الروح الرياضيه للملاعب، عوده الروح الرياضيه الى طاولات مجالس الادارات، لان ما ينفعش انك انت بتدير مجلس اداره وتدير طاوله مجلس اداره ومؤسسه رياضيه وانت فقد هذا الموضوع. اذا الروح الرياضيه هي الاساس سواء كان اداره او لعب. استاذ جمال البدراوي الكاتب والناقد الرياضي، نائب رئيس تحرير مصر والمشرف على القسم الرياضي، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا، شكرا تامر بيه، شكرا. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من استاد العرب، الاسبوع الجاي حلقه جديده ان شاء الله.